في خبر حصري بالصور والحجج والدلائل، تدخل أمريكي جديد يفضح حرب هجينة تقاد ضد المملكة المغربية من قطر والجزائر، والرد المغربي جاء بسرعة. أما أخيرا سنختم بالشأن الرياضي، اعتراف دولي لما حققته المملكة المغربية للقارة الإفريقية. لمعرفة المزيد ابقى معنا للآخر. متابعينا الكرام، أهلا بالجميع في هذا الفيديو اليومي الذي نناقش من خلاله أخبار الساعة كما العادة على قناتكم قناة المهاجر مع سفيان المرزوقي. نتمنى تكونوا دائما في أحسن الأحوال ومرحبا بالجميع. نبداو على بركة الله الإخوان والأخوات بأهم العناوين ديال الأخبار اللي اختارينا لكم في هذه الحلقة هذه، وغادي نبداو بهذا الخبر: ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كما تحدثنا سابقا متابعينا الكرام، تم فضح كل من يناور ضد المملكة المغربية بتدخل أمريكي. ما عرفناش واش هذا التدخل هذا عمدا. تفاصيل مهمة جدا وبالصور وبالحجج والدلائل غادي نكشفوا الحقيقة الكاملة، لكن كذلك الرد المغربي أتى وبسرعة. مهم جدا الخبر الموالي بطبيعة الحال. كذلك نختموا بالشأن الرياضي متابعينا الكرام كما عودناكم دائما، وغادي نشوفوا تقرير دولي يعترف للمملكة المغربية بما حققته من إنجازات للقارة الإفريقية على المستوى الرياضي. بدأوا على بركة الله متابعينا الكرام بأول خبر وأهم خبر في هذه الحلقة هذه. كما قلنا من الأول متابعينا الكرام، وكان عندنا يعني واحد النظرة واضحة وواحد توجه واضح وما كنظلموش بطبيعة الحال. كان يعني تدخل وكانت حرب هجينة ضد المملكة المغربية. بطبيعة الحال الإخوان اللي كيتابعونا غادي يكونوا عرفوا شنو هي الحرب الهجينة وشرحناها سابقا. الحرب الهجينة هي حرب بوسائل حديثة، يعني بتقنيات حديثة، من تدخل يعني في الشؤون الداخلية ديال المملكة المغربية بهذه التقنيات الحديثة والإنترنت وما إلى ذلك. وكما قلنا لكم ماشي بالضروري يكون من قلب الجزائر، كاين جهات أخرى، وكاين بطبيعة الحال غادي نكشفوا بالتفاصيل المملة. دائما كنا كنشوفوا داك النية الغير صافية، وحنا الحمد لله المغاربة كنحسوا المغاربة اللي ما كيحملناش كنحسوا به، واللي كيبغينا كنعرفوه. بحال مثلا الإمارات العربية المتحدة اللي ما خلات ما دارت من أجل المملكة المغربية وحربت بسبب المملكة المغربية. الإمارات العربية المتحدة، أنا اللي بقى فيا من هذا الشيء هذا كامل غير قطر شنو دار لها المغرب؟ هذا هو السؤال المطروح. شنو دار المغرب لقطر؟ ياك المغرب هو اللي رفع الحصار على قطر؟ المغرب نهار يعني كانت قطر غادي تطيح تماما، رفض وقف في وجه الحلفاء ديالو من الدول ديال الخليج والدول العربية، قال لهم لا، ما نبغيش خوتنا المسلمين اللي عندنا معهم علاقات طيبة يطيحوا. وتجندات الطائرات ديال المملكة المغربية وبدات كتمشي لقطر وكتحمل من خيرات المملكة المغربية. هادشي حتى شي حاجة ما تمرات. وبطبيعة الحال ما نلقاوش من غير الاستهداف ديال المملكة المغربية للأسف. وكما كنقولوا النظرة ديالنا ما كانتش مخطئة. فشنو وقع بالضبط؟ غنشرح لكم كل شيء بالتفاصيل متابعينا الكرام، وعاد غندوزو نشوفوا الصور اللي غتثبت الكلام ديالنا. فاش كنقول تدخل امريكي وما كنستبعدش هذا الشيء هذا اللي وقع يكون يعني مخطط له من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا وأن من قام بهذا الأمر يعني هو شخصية سياسية معروفة وشخصية عندها استثمارات في المملكة المغربية. كنهضروا على إيلون ماسك اللي هو سياسي قبل ما يكون يعني رجل أعمال وسياسي في نفس الوقت. بطبيعة الحال هذا الشخص هذا عنده مصالح مهمة مع المملكة المغربية، فجاء بالضبط في هذه الظرفية هذه وفي هذه اللحظة هذه، يعني هذه مدة وحنا كنقولوا حذاري ثم حذاري ثم حذاري. وهذه رسالة للعدميين وأصحاب الكوفية اللي مؤخرا كيستهدفوا بلادهم أكثر من أي شيء. بغيناكم تفسروا لنا هذا الشيء هذا، بغينا لكم تفسروا لنا هاد الأمور اللي كتوقع ضد المملكة المغربية. شوفوا شكون كيقودكم، شكون كيخرجكم للتظاهرات والمظاهرات ضد المملكة. تعقلوا على استهداف الموانئ ديال المملكة المغربية، شحال غوتنا وشحال نادينا حذاري ثم حذاري. راه تدخلات خارجية فعلا، وغادي نثبتوا لكم الآن كل شيء بالصور، غتشوفوا كل شيء بالصور. بطبيعة الحال
ما قام به إيلون ماسك هو يعني من أجل إظهار الأماكن التي تتواجد فيها الحسابات ديال المنصة ديالو، وهي منصة إكس تويتر. حنا عارفين شحال ديال الحملات يعني تمت قيادتها ضد المغرب، وكاين بعض الحسابات اللي معروفة عند المغاربة واللي مقابلة غير المغرب. هاد الحسابات هذه كتخرج على اساس كتنشط في قلب المملكه المغربيه، وحنا عارفين التوجه ديال المملكه المغربيه مؤخرا كيفاش داير. يعني اللي بغى يهضر يهضر داخل وخارج ارض الوطن، ما تخرقش القانون، ما كاينش اللي يهضر معاك. وبطبيعه الحال شحال من حساب كيخرج بالرايه المغربيه وكيخرج يهيج الراي العام. واخر موقع هو حركه جين زيد اللي كانت في شهر اكتوبر الماضي، اللي خرجت باش تزعزع الامن والاستقرار ديال المملكه المغربيه. شكون كان كيقول؟ حركه جين زيد. الاساس اللي حركها ما حركهاش من قلب المملكه. وغادي نشوفوا شنو هي الدول اللي كتحرك ضد المغرب. باش كنقول لكم حرب هجينه، راه حرب هجينه ضد بلادكم، عيقوها المغاربه. ودابا راه الحمد لله كلشي تفضح وكلشي بان، كلشي بان ان بانت الاماكن منين جاي هادشي هذا. ما غاديش نقول لكم تصدمت في قطر صراحه، يقدروا يتصدموا ناس اخرين. انا ما تصدمتش في قطر، ان هادشي هذا يجي من قطر ويجي من الجزائر ما تصدمتش فيه، وكنت متوقعه. والفيديوهات ديالي كتشهد على الكلام اللي كنقول دابا. اللي غيتصدم في قطر ناس اخرين اللي هاجمونا نهار خرجنا وهضرنا، نهار تستهدفت الموانئ ديال المملكه المغربيه. ولكن الرد المغربي راه جاي، احنا غادي نشوفوه كما يجب. خليونا اولا نشوفوا الصور كي كتشوفوا. غنبداو بهذا الموقع. هذا الموقع انا كنت كنقول جزائري، كنت كنقول كاين في الجزائر. هذا يعني الشغل الشاغل ديالو هو المغرب. الشغل الشاغل ديالو هو المغرب. هو يلمع صورة الجزائر ويسود صورة المغرب. انا كنت كنقول هذا موقع جزائري، يعني ما كانش كيجيب لي بالي انه غادي يكون يعني بعدا تحدث سنة 2019 تحديدا مع الصعود ديال هاد يعني الحكومة او هاد الرئاسة الجزائرية والعسكر الجزائري اللي مقابل المغرب سنة 2019. الموقع ديالو هو قطر، او راس اللي مقابل المغرب وكيعرفوه بزاف ديال المتابعين ديالنا وديال الناس بالعداء ديالو ضد المملكه المغربيه. منين؟ من قطر. وهذه المعلومه ديال المكان منين كي يجي يعني الاستهداف، يلاه دارتها تويتر. كانوا كيهربوا لهاد المنصه ديال تويتر باش يهاجموا المملكه المغربيه. هذه من جهه، هذا في قطر. نشوفوا هاد المناضله المزيفه اللي كتهاجم المغرب واللي خرجت هاجمت المغرب، منين كتجيب الاموال ديالها حتى هي. شوفوا هذه توكل كرمان اللي قال لك تمنحات لها داك جائزه نوبل للسلام، وخرجت مؤخرا كتضرب في المملكه المغربيه حتى هي من قطر. نزيدوكم الاخوان والاخوات، نزيدو نفاجئوكم. هذا قال لك سميتو وطن يغرد خارج السرب، حتى هو هذا على اساس راه في المغرب. وطن يغرد خارج السرب ومتقابل المملكه المغربيه. هاك بالك ها هو فين كاين في قطر. تحدث سنه 2009 في الولايات المتحده، ودابا فين كاين في قطر. شكون اللي كيمولهم؟ شكون اللي كيحركهم؟ ما شغليش. انا كنشوف منين كيتحركوا هاد الناس هادو والاماكن اللي كيتحركوا فيها. نزيدو نشوف. هذا واحد حتى هو من اللي كيهاجموا المملكه المغربيه بشراسه. تحدث سنه 2016 في قطر، ودابا كيتواجد في قطر. شفتوا؟ نزيدو. نظام المهداوي ها هو حتى هو من المهاجمين ديال المملكه المغربيه. فين؟ في قطر.